شكلها روعة روعة، والله العظيم سهلة جدا 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 وطعمها تحفة، والله تحفة تحفة. النهاردة انا هعمل لبنة، ده عليه تخفيض كبير جدا فقلت فرصة. والزبادي يا جماعة بيبقى فيه بكتيريا فما بيخربش بسرعة، شايفين؟ والله روعة ما شاء الله. ده كيلو زبادي. هنا جبت كيس انا كنت شارياه، ده ممكن تحطوا فيه لصناعة الجبنة اهو، بيصفي وفي نفس الوقت مفيش حاجة بتقع منه. انا هحطه هنا عشان ايه؟ لما اصفي فيه الجبنة ما تقعش من الزبادي، ما تقعش مني. شجعوني بانكم تعملوا لي لايك وتعملوا شير للفيديو ده لعل حد يستفيد تاني ويدعي لنا. الزبادي ريحته روعة مع ان صلاحيته هتنتهي النهارده، لكن والله روعة، لان طبعا الزبادي معروف ان فيه بكتيريا فمش بالساهل كده، هما بس يعني ايه بيحطوا تاريخ صلاحية عشان يكونوا في المضمون يعني. شايفين يا جماعة الكيس ده روعة، يعني ينزل مية بس مش هينزل اي حاجة تانية، بجد تحفة تحفة يعني. انا انصحكم ان انتوا تشتروه. بسم الله. طبعا هي اللبنة صناعتها بتاخد وقت صراحة، فانا شفت كده طريقة وقلت اجربها. انا جربتها قبل كده صراحة. هنفتح الضرفة دي كده، اربطه، احاول ان انا اربطه في العمود ده. شايفين عمره ما يقع. المية دي انا هستخدمها، ده اسمه شيرش، فمفيد جدا جدا. تستخدموه بقى في حاجات كتير، تستخدموه مثلا اهو بدأ ينقط. شايفين الكيس ده روعة، ما بينزلش جبنة بس بينزل مية. شايفين؟ وشرش اللبن ده يا جماعة تستخدموه في حاجات كتير جدا، جنات وفطاير وبيتزا، بجد تحفة تحفة. انا انصحكم فيه. هنسيبها متعلقة كده ليلة كاملة. لو شايفين بدأ ينزل، وفي نفس الوقت دي هنستخدمها في المعجنات يعني مش ترموها اهو، عشان ايه يكون كله مع بعضه. باي باي. انا هنا للامانه لقيت الكميه قليله فرحت مزوده عندي من العلبه التانية نص علبه، يعني ده تقريبا كيلو ونص زبادي. واحده من متابعينا الله يكرمها فكرتني ان انا احط ملح، فانا هفكه تاني عادي مش مشكله واحط ملح واقلبه. فكرتني بالملح على صفحه الفيسبوك، قالت لي حطي ملح وان شاء الله مش هيخرب اهو. انا هحط هنا ملح واقلبه، احاول ان انا اقلب كويس. وعلقته تاني. يا بنات لو واحدة فيكم استفادت ولو استفادة بسيطة تشجعني بانها تعمل لي لايك وتعليق جميل. ده كيلو ونص، ملحة جدا. ان شاء الله الملح ده هينزل في المية. ده كيلو ونص زبادي وحطينا عليه معلقة ملح. هنا برضو للأمانة أنا تاني يوم صحيت لقيته لسه شوية محتاج إن هو يتضغط وينزل مية أكتر، فحطيت أنا هنا تقل عليه وضغطته جامد، فبالفعل تاني يوم لقيته ممتاز، لقيته اتضغط جامد وصفى كل المية اللي عليه. أهم حاجة إن إحنا نطلع المية اللي فيه، دي أهم خطوة في اللبنة، في صناعة اللبنة. هنا شايفين تحس إن هي بقت قطعة واحدة متجمدة. انا بس يا جماعه والله بعملها لكم بما يرضي الله وزي ما انا عملتها بالظبط. شايفين روعه. الدحرجه، زعتر، سماق، انا عندي هنا بيحبوا الشطه، وزعتر اخضر عشان يبقى كده تشكيله ايه نكهات. وانا في الميكروويف عقمت الازازه بس انا مش هجيبها دلوقتي. من هنا بسم الله، بعد ما غسلنا ايدينا ناخد قطعه بسم الله نكورها كده اهي، شايفين؟ وبعد ما كورناها هنلفها هنا في اي بقى ايه فليفر انتوا عايزينه. على فكرة في ناس قبل كده عملتها في نعناع مجفف. شايفين؟ بالظبط كده. اللي بيعرف يشتغل في جوانتي يشتغل، انا بحب احس الحاجة بايدي صراحة قوي كمان. هي مش كلفتني، هي انتوا تبدو ان هي واخدة وقت كتير عشان ايام وكده يومين، لكن والله ابدا هي انا ما مش عملت فيها حاجة يعني، انا سايباها براحتها يعني. هو الشغل هو دلوقتي اهو. نعمل واحدة تانية. شكلها روعة روعة. انا لقيت هنا لما احطها في البولة الصغيرة دي وادحرجها اسرع وانضف صراحة. عجبتني الفكرة دي فقلت اوريكم يعني.
ويا ريت لو حد جربها يكتب لي في التعليقات النتيجة عاملة ازاي. والله العظيم سهلة جدا 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 وطعمها تحفة، والله تحفة تحفة. انا ما فيش ولا مرة جربت ان انا اشتريها من بره، ما اعرفش اللي بره هتبقى احلى من دي ولا لا، بس والله تحفة. انا انصحكم ان انتوا تجربوها. شايفين زعتر اخضر، سماق، شطة، زعتر احمر، تحفة. نبدأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اهو زيت زيتون، وناخد البرطمان بتاعنا. كان برطمان عندي مقدوس، غسلته عشان استخدمه. هنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ ننزله. دي انجح لبنة انا عملتها بجد، قوامها من جوه كريمي، احلى من السوفت تشيز اللي انا بشتريها من بره. بجد انا انصحكم بيها فورا. عايزه اقول لكم ده والله العظيم عشان تشتروه من بره غالي جدا، شايفين؟ ولو صغرتوا الكور هيعمل معاكم اكتر من كده كمان. بجد روعه روعه. نبدا نحط زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقربها ليكوا كده تبقى امتع صراحه. شايفين؟ عندي واحد تاني سايح، خليني احط منه. طبعا زيت الزيتون ده مش هيترمي ابدا. ايه رأيك؟ روعة 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 روعة. ما شايف؟ شاء الله تبارك الله. لا تحفة تحفة صراحة. جميل. نقفل عليه كده ونسيبه كام يوم. هنا اخدت من الشرش شوية وعملت بيه شوية معجنات. عايزة اقول لكم بتدي طراوة رائعة. ده كان تالت يوم بصراحة، انا ما قدرتش استنى يعني، ده كان تالت يوم فقلت ايه نفطر بيه. عايزة اقول لكم والله والله ما هتندموا، جربوها وهتدعولي. وبجد اللي وصل معايا لعند المرحلة دي يديني يشجعني باللايك عشان ايه انزل لكم وصفات تانية. عايزة اقول لكم تجربة تستاهل. حاجة نظيفة جدا بيتي، وفي زيت زيتون مش زيت ذرة او زيت عباد الشمس واتيفر هما بيحطوا ايه، يعني زيت صحي جدا مهما اكلتي منه. فحاجة نظيفة ليكي ولبيتك، انا انصحكم تعملوها فورا. بجد كان رائع. واحسن طعم عجبني صراحة اللي بالزعتر. اللي بالزعتر هي كانت توب التوب، كانت خطيرة جدا صراحة. واللي بالشطة كانت حلوة، كانت مشطشطة وحلوة، بس اللي بالزعتر مديها نكهة بقى قوية جميلة. اما السماق كان مزز قوي، يعني هو كان جميل بس مدي مزازة. مبسوطة جدا. والناس جدا هجمتني لما قالوا لي الزبادي ده منتهي، انت بتنصحي الناس بايه هيرموه؟ الزبادي ما بترميش يا جماعة، مش للدرجة دي، ده بيقعد ممكن اسبوع كامل. يلا نشوف رأي انس لما يعمل لي ريفيو انا كمان. تدوق بقى اللبنة السورية. اوه ما شاء الله، ده اللي انت عاملاها؟ اه والله. ما بس شاء بالله عليك الله. تقول رأيك بكل صراحة. طب انت ايه اللي خلاك انا تعمليها؟ متقبلة انت يعني. قلتي انا مش هعملها ما كان لك. في اوفر، كان في اوفر يعني كان في اوفر. أوب 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 أوب. شايفه؟ حط ممكن. وده زيت زيتون تاكله عادي يعني. لا والله يعني الواحد وعملت لك براحته. بالشطة عشان تتشطشط. جدعة، انا بحب الشطة والله يا امل. تسلم ايدي. خلينا بقى نشوف الطعم. هو الطعم مغري لكن خلينا نشوف الشكل مغري. امم اهو بقى. شايف؟ وشايف القوام بتاعها جميل جدا، جميلة جدا. بسم الله. مش تزعمل ريفيو. روعة والله العظيم. روعة. اهي شوف روعة. بقى يعني. شفت البرطمان بره بيتباع غالي ازاي؟ روعة يا امل. انت عارف دي مكلف. بس انت قعدتي كتير تعملي فيها. بس انا مش بعمل حاجه، انا بس بسيبها تبيت. اما معلقاها. انا بس شنقاها. مش هو ده. اما انا مش بعمل فيها حاجه على فكره. يعني تعرف البرطمان ده كله مكلفني قد ايه؟ ممكن 1 باوند من غير زيت الزيتون طبعا، يعني زيت الزيتون بس انا هستخدمه تاني مش لا هرميه والله يعني. بتهزري على فكره. والله العظيم. شفت 1 بقى؟ باوند. واللي بيتباع في المحلات ما فيهوش زيت زيتون. ما شاء الله طبعا. لا والله لو الستات يقدروا يعملوا زي ما انت بتعملي، يتوكلوا على الله يعملوه، لانه هو فرق كبير في السعر وفي الطعم. وعلى فكره يا جماعه دي حاجه انضف لينا للاسر المهتميه بصحتها زي انا كده ما مهتم بصحتي. ايوه انت هتقول لي
لازم الواحد ياكل اكل نظيف، لان الواحد ما بقاش عارف المحلات بتبيع ايه، يعني المصانع قصدي بتصنع الحاجه ازاي. فلو هي في متناول ايدي 1 باوند nothing، خلاص روح اعمل لنا بقى واحد تاني بدأنا. بالاورجانو. لا يا حبيبي ان شاء الله السنه الجايه وعليك خير. ليه؟ يلا بيعملوا بالنكهات. يا جماعه اعملوا لنا لايك وشير.